انت لو اقنعتيني ان هو هيضرني وهيضرني ازاي، انا خلاص مش هعمل حاجه تضرني. محدش فاهمنا، جملة على لسان كل ولادنا غالبا، مش عارفين سببها ايه. سببها عجز مننا ان احنا نوصل لهم ونوصل لجيلهم ولتفكيرهم، ولا عيب منهم هم شايفين نفسهم صح طول الوقت؟ لما سألناهم ايه المشكلة بيننا وبينكم وايه الجاب الكبيرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت تخليكم دايما معترضين على اي حاجة بنقولها لكم، كان ردهم ان انتوا جيل غير جيلنا، اتربيتوا تربية غير اللي احنا اتربيناها، ما كانش عندكم نفس التكنولوجيا وكل الحاجات اللي ظهرت، فبالتالي مخليه امكانياتكم محدودة بالنسبة لعصركم، كانت ملائمة للعصر بتاعكم انتوا بس. لكن احنا جيل، لا احنا جيل منفتح، جيل شايف حاجات كتيرة قوي وعارف حاجات انتوا نفسكم كآباء وامهات مش عارفاها. تعليقي انا على اللي بيحصل ده هو منطقي وطبيعي، لان احنا زمان كنا شايفين امهاتنا وابهاتنا ايه ده، ايه هما بيفكروا كده ليه، رغم ان احنا كنا جيل لسه ما وصلناش اللي هم وصلنا. بس صراع الاجيال هيفضل مكمل معانا لاخر العمر. صراع الاجيال دلوقتي بس بقى فيه مشكلة كبيرة قوي، ان احنا كآباء عايزين نوصل للمثالية في التربية، عايزين نشيل الجاب دي وهي عمرها ما هتتشال. بس لما نيجي نوصل للإيجابية دي في التربية ممكن توصلنا لطريق تاني خالص، يبقى بإيدينا احنا اللي بنأذي من غير ما نحس. من وجهة نظري كأم مش عارفة هختار، يعني لما اقعد مع نفسي كده مش عارفة هختار، هعملهم بالتربية الإيجابية وابقى أم مودرن وامشي على فكرهم عشان خاطر ابقى مصاحباهم وما يعملوش حاجة غلط من ورايا، ولا افضل محتفظة بالقيم والعادات القديمة اللي انا اتربيت عليها. كل الحاجات دي هتظهر لما نبتدي نتناقش معاهم ونبتدي نخرج منهم حاجات احنا شايفينها من بره بس بنحكم عليها من بره، لكن هم طلعوا ابسط بكتير قوي من ان احنا متوقعينه.